بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولادي ويا إخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل وصفة سريعة وبسيطة جدا جدا وسهلة قوي وصحية قوي، يعني حاجة جميلة كده من الآخر يعني. بسلم على متابعيني كلهم. آه، وجزاكم الله خير وبسلم عليكم كلكم. آه، وبحبكم في الله. وهنعمل لكم ان شاء الله وصفات جميلة جدا. الوصفة دي سريعة وجميلة قوي. حتى لو ما عندكوش اكياس حرارية هتعملوها في صينية وتغطوها تقفلوا عليها كويس وتحطوها برضو كده في الفرن، هتستوي نفس السوا وهتبقى جميلة برضو. ريحة الحاجة اللي بتعمل في الفرن بيبقى لها ريحة جميلة جدا. يعني حاجة الفرن بيبقى لها ريحة كده وبتبقى حلوة. هنعمل يعني وصفة بسيطة، شوية خضار سوتيه وشوية ودجاجة كده نعملهم مع بعض. هنا مسكنا الحمد لله. مسكنا الكوسة طبعا زي ما انتم شايفين، قطعناها، قطعنا الجزر، قطعنا فلفل وطماطم. الطماطم هنبشرها حبيتين كده، 3 حبيتين دول. دول 4 حبات كده، طماطم صغيرة مش كبيرة، الحجم صغير على حسب ما انتوا عايزين الطماطم، ممكن ما تحطوش طماطم خالص. البصل برضو هنحطه كده ناعم ما يبانش. الطماطم هنبشرها اهي، وهنبشر البصل برضو، وهنحط برضو توم برضو في الوصفة. والتوابل اللي انتوا عايزينها بقى، شوية كزبرة ناشفين، شوية كمون، شوية قرفة صغيرين كده، شوية توابل مشكلة، شوية فلفل اسمر مش بكتر الفلفل، وملح برضو مش بنكتر عشان الخضار بتاعنا يبقى صحي كده وحلو. وهنعمل وصفة جميلة جدا ان شاء الله. آه، اللي يعرف اي حاجة يا جماعة، القناة على وقف القناة الربح والاعلانات واقفة من عليها. اللي يعرف اي حاجة او ايه السبب يعرفنا، وجزاه الله خير. كده بشرت الطماطم اهي زي ما انتم شايفين يا بنات. هي الوصفة بسيطة جدا جدا بس جميلة برضو في نفس الوقت، جميلة جدا. هنا شوية توم باودر، بصل باودر، ده بصل باودر لان انا هحط، وعندي توم بس انا هحط توم توم طازة يعني. وشوية كركم وشوية قرفة، شوية فلفل وماء. الملح مش بنكتر زي ما قلت لكم يا بنات، عشان ايه ما يعني على الخضار ده كله والدجاجة معلقة بقى بتاعت الشاي الصغيرة مالح، مش بنحط اكتر من كده عشان يطلع ايه، يطلع حلو كده الحوت يعني مظبوط. لان الحاجة اللي بتحط في الفرن ما بتحطلهاش مية، بتشرب الحوت بتاعها، فاحنا ما نكترش الملح. هنا بشرنا الطماطم مع بصلة كده، حاطه الطماطمايه لان ما عملتش بصل، حطيت بشرت الطماطم وبشرت وقلبت فيها التوابل والملح وحطيت، والتوم حطيته كده زي ما انتم شايفين ني كده، يديلها بس ناخد الريحه بتاعته والطعم الحلو بتاعه. قلبنا كده، تبلنا كده الخضار بتاعنا، قللوا الملح زي ما قلت لكم كده. هنتبل بقى الدجاجه برضو. عايزين بقى تعملوا الوصفة دي دجاجتين 3 لو عندكم عزومة او حد زيادة، يعني العدد زيادة شوية. هنا زودت بقى على الطماطمية والتوابل، زودت بصلة مبشورة. وهنتبل ايه الدجاجة، لازم نتبلها، نديلها تتبيلة برضو حلوة كده قبل ما نحط فيها الخضار. هنا انا بستخدم في الوقت ده زيت الزيتون، زودت بقى شوية توابل برضو. والدجاجة طبعا مغسولة بملح ودقيق وليمون زي العادة، زي ما بتغسلوا كلكم يا بنات. وكلنا طبعا كلنا بنعرف نعمل كل حاجة، بس احنا حبينا نعمل مع بعض وندي فكرة برضو للي ما بيعملش الدجاج في الأكياس الحرارية. او ممكن زي ما قلت لكم ما فيش أكياس حرارية، تعملوا نفس الطريقة وتحطها في صينية في الفرن وتحط الخضار حواليها، هتطلع ايه زي ما انا هعملها كده ان شاء الله. هنا حطينا التتبيله تحت الجلد كده عشان تشرب منها.
عشان الدجاجة تشرب من التتبيلة. وبعدين ايه هنحطها في الكيس بقى ونحط معاها ايه الخضار. هنا انا حطيت زيت زيتون الحمد لله. ممكن تحطوا معلقة زبدة، معلقة سمنة، معلقة زيت ذرة، يعني حسب ايه ما انتوا عايزين. انا اديت لكم الفكرة، واعملوا بقى ايه الحاجة اللي انتوا عايزين. انا هحط في الصينية معلقة زيت وهرجع اشيلها، لان هي ملهاش لازمة في الصينية، مفيش حاجة هتلزق ولا هي محتاجة يعني حاجة. هنا الاكياس الحرارية اهي، طبعا هي رقيقة جدا وكانت ماسكة كده وبعضها، فانا على ايه ما فتحته ما بقتش عارفة له اتجاه بصراحة. اهو انا هحط شوية زيت وهرجع تاني اشيلهم ليه، هما ملهمش لازمة. دي بقى لو احنا هنحط الخضار والدجاجة كده من غير كيس عادي، نحط معلقة سمنة او زيت او اي حاجة برضو هتدي طراوة للدجاجة وتدي لها حلاوة برضو. انا حطيت كده في الدجاجة بصل سليم كده، وطبعا هي ملهاش لازمة ابدا انكم تقفلوها يا بنات، بس انا بحب الم الدجاجة. طبعا هو الدجاج بيجي متنضف فبيبقى مفتوح، ما تعرفيش تكتفي الرجلان زي الفراخ البلدي. انا بحب الم الدجاجة كده، ما بحبهاش مفتوحة كده، بس عشان كده انا قفلتها بالعيدان اللي هي الخشب دي. لكن هي عادي ما تقفلوهاش عادي، هي لا راحة كده ولا كده ولا حاجة تقع منها ولا حاجة، بس انا زي ما قلت لكم بحب المها على بعضها كده، ما بحبهاش مفتوحة قوي كده. ده بقى الكيس الحراري عمالة افتح فيه كده مانيش عارفة له اتجاه، لان الاكياس دي رقيقة جدا جدا. فهنفتح الكيس وهنحطها بقى فيه و... وخلاص مش هنعمل حاجة تانية بقى، هنقفل نطلع الهواء بس كده منه ونقفله. هنحط بقى معاه شوية خضار، وباقي الخضار هحطه في كيس لحاله يا بنات. باقي الخضار هنحطه في كيس لحاله، خضار سوتيه جميل. تحطوه بقى كده في الفرن، ريحته بصراحة ما بيبقالوش حل، ريحته وطعمه كده خضار كده سوتيه جميل كده، ما فيهوش لا مادة دهنية ولا حاجة غير معلقة زيت زيتون وممكن معلقة زبدة. الخضار السوتيه بيبقى حلو قوي بالزبدة، بيبقى جميل جدا جدا بالزبدة. الظهر بيأذن عندنا اهو، الله أكبر الله أكبر، عزت ودهم لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، أشهد لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، قد إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله. اللي يشوف القناة يا جماعة لأول مرة بعد إذنه يدخل كده يشرفنا فيها ومتابعيني جزاهم الله خير، كل اللي بتابعني جزاه الله خير. وبحب التعليقات جدا يا جماعة، واللي يشوف الفيديو يعني بعد إذنه يحط لنا لايك. اللايكات يا جماعة بترفع الفيديو، يعني هي قناتي واقف عليها الإعلانات والربح. فأنا بس بديكم فكرة إن اللايك بيرفع الفيديو، بس أنا حبيت أنزل معاكم يعني. وهعمل لكم برضو الأوردر إن شاء الله قريب، أوردر العروسة، ونعمله مع بعض برضو وانزله لكم إن شاء الله. طبعا أنا بعمل بس ما بصورش. فهو يعني المتابعين كانوا طلبوا مني ان انا اصوره، فاصور لكم ان شاء الله. احنا بنقفله قفله عاديه خالص اهون ممكن لو ما فيش اللي هي القفله بتاعته اللي هي اللي بتيجي معاه دي بتقفل عادي، ممكن تربطوه عادي برضو كده اهو. كيس ادم كبير وفي مكان، اهم حاجه ان احنا نطلع الهواء منه، نديله فتحه صغيره من جنب الرباط كده عشان ايه بس ما يغلي كده، ما يرفعش ما يتنفخش قوي يقوم فرق. فهي الفتحة دي بتطلع شوية البخار شوية كده لبره. طبعا كده بالخضار والدجاجة بيطلعوا ريحتهم ملهاش حل يا جماعة، اللي ما عملهاش يعملها، اللي ما عندوش فكرة يعني وبجربها كده. انا غطيت، انت ممكن ما تغطوش،
انا طبعا غطيت عشان ايه اما الكيس بيبقى بيتحرق بسرعة، الكيس الحراري بيتحرق برضو. حتى هنا شوفوا محروق اهو برضو. لما انا فتحته شوية عشان احمر الدجاجة اللي اتحرق، فانا حاطه الورقة الالومنيا بس عشان ما يتحرقش بس بسرعة قبل الوصفة بتاعتنا ما تستوي. هنا في الفرن اهو الخضار لوحده، وهنا الدجاجة كنت فتحت عليها الكيس شوية عشان تاخد ايه لون شوية. طبعا وصفة بسيطة زي ما انتم شايفين كده وجميلة جدا. تنفع لكل حاجة، تنفع على السفرة عندكم عزومة، تنفع لعامل دايت، تنفع لعامل نظام غذائي. في جميع الأحوال تنفع لكل حاجة. وعاملين طبعا معاها رز بالشعرية كده زي ما انتم شايفين. كده عملنا رز بالشعرية جنبه. ممكن تاكلوه بدون تاكلوا الخضار السوتيه كده اللي عامل يعني ما بياكلش رز، او معلقه الرز معاه وياكل بقى الدجاج. والف هنا وشفا. طبعا زي ما قلت لكم قللوا الملح يا جماعه عشان الحدق ايه ما بتحطش ميه خالص للخضار ده ولا للدجاج، فيبقى الايه يبقى الحدق حلو. هو حدقه جميل قوي مظبوط قوي على معلقه ملح صغيره مع الخضار والدجاج، معلقه واحده صغيره باللي هي معلقه الشاي الصغيره دي، ما تكتروش اكتر من كده ملح، يطلع مظبوط جدا. وزي ما انتم شايفين كده الف هنا والشفا بقى. جميله جدا الدجاج، ريحته جميله وطعمه جميل زي ما انتم شايفين، ومستوي كده جميل، ومستوي طبعا بعرقه كده. واقول لكم ايه بقى، اعملوا بقى الوصفات البسيطه دي، وصفه بسيطه جدا جدا ولا فيها اي حاجه، بسيطه جدا جدا تعملوها. والف هنا وشفا، وبحبكم في الله. انا بوريكم طبعا الدجاج هو مستوي جميل جدا. اللي يشوف الفيديو يحط لايك، واللي يعرف اي حاجة عن وقف الربح والاعلانات يقول لنا يا جماعة. ودي مطبخ تاتا امال، اللي يشوف القناة لاول مرة بعد اذنه يدخل لنا واشترك لنا. وبحبكم في الله. عايزة اقعد اوريكم كده الوصفة جميلة وريحة الاكل وطعمه جميل جدا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.